دكتور انا اقول لك، انا على حسب اللي سمعته عندي معلومه انه بنزيما كان في غرفه الملابس تعامله مع اللاعبين ما كان كويس. طيب هذه من الاشياء اللي انا سمعتها من داخل نادي الاتحاد، انه تعامل بنزيما ما كان كويس، فالواضح والصريح انه نادي الاتحاد ما يبغى بنزيما، عشان كذا تنازل عن الستة شهور. يعني اداره تفضل عبد الرحيم، تفضل عشان ما اقاطعك. انا اقول ابو الوليد، لانه الطبيعي انه الاتحاد الامكان يمديها ما تتنازل عن 6 شهور، حتى ما اخلي بنزيما يروح يلعب، اخليه عندي لو هو الموضوع انه انا ابغى بنزيما او اي شيء ثاني. بس كان واضح انه الاتحاد ما يبغى بنزيما، لانه بنزيما كان مسبب له مشاكل حتى في غرفه الملابس. والدليل ابو الوليد، اول ما مشي بنزيما ترى لعيبه كثيره، لعيب كثير على طول الغوا متابعه بنزيما، واضح انه في شيء بين اللاعبين وبنزيما في غرفه الملابس، وهذا الشيء اللي خلى وش الاشياء اللي بينهم؟ مثل ايش يا عبد الرحيم؟ والله سمعت اشياء كثيره ابو الوليد، بس يمكن اكثر شيء انه بنزيما حتى تعامله مع اللعيبه تعامله مو كويس، كان شايف عليهم ومعاملته معاهم مو كويسه، فهذا الشيء كان مؤثر في غرفه الملابس. وانا اشوف انه تصرف الاتحاد تصرف صحيح، انهم يستغنوا عن بنزيما، لاعب ما يبغى يقعد في الفريق ومسوي له مشاكل. انا ماني